تيجي هنا، انت طبعا مش عامل بيك اصلا بس هو عامل كاش. انت تيجي هنا كليك يمين تقول له ريسيت ديفولت، تيجي تعمل بلاي تلاقي مفيش اي حاجه بتحصل. تمام. احنا كده وصلنا للوضع الاصلي. جميل. آه نعمل التيرنج بقى ازاي؟ اول حاجه لازم تعرف ان في بلندر التيرنج لازم يبقى جايدد. في ادونز خارجيه بتعمل التيرنج بشكل كويس جدا بس بفلوس، يعني هتلاقي اقل واحد فيهم ب $40. كان اسمه كروس اف اكس تقريبا. واحيانا لما بتنزله على جهازك بتلاقي في مشاكل في السيت اب او مشاكل في الكود بتاعه، ما بيشتغلش كويس. تمام. احنا اكيد مش هنرجع للنقطه دي. وبرضه الادونز دي متاحه، اغلبها متاحه اونلاين على النت، مكركه بشكل عادي. يعني احنا هنشتغل ببلندر بس. تمام. فالاعدادات بتاعت بلندر بس جايدد. يعني ايه؟ يعني القطع اللي جوه اللي هيظهر بعد ما الاوبجكت يدخل فيه، القطع ده احنا اللي هنحدد مكانه. كمثال لو انا عملت تاب، تمام، وان سيلكت اي حاجه دلوقتي، قمت رايح جاي بالنايف تول، انا هضغط كي واضغط كنترول وافضل هولد على كنترول عشان ايه؟ اقطع قطع بالشكل ده، واقول له خلاص كده انا عملت، هدخل اضغط انتر. كده القطع ده بقى سيلكتد. تمام. واكزيست، يعني دي البوليجونز او الايدجز اللي احنا محتاجينها. وهي سيلكتد كده اضغط على الت وام. لكن انت سبليت، هو بيقول لك سبليت سيلكشن فيز باي ايدجز، لان هنختار ايدجز اند باي فيرتسز. تمام. عملت انا القصه دي. آه كده انا عملت قطع. تمام. لو انا عملت تاب، طلعت بره وعملت بلاي، بص ايه اللي هيحصل بقى. ظهر القطع تلقائي. عارف ده ظهر ليه؟ تعالى نعمل باك. شايف انت الايدج ده؟ لو فاكر ان ده ايدج واحد فانت غلطان، هما اتنين ايدج. لو انا جيت عملت موف كده هتلاقي فيه ايدج وايدج تاني. تمام. لو جيت هنا هتلاقي فيه ايدج وايدج تاني. اللي حصل ان انا لما قطعت، لما عملت سيلكت للايدجز اللي انا قطعت بيها، هو وقلت له الت ام فقال لي ايه؟ فيز اند ايدجز باي فيرتيسز. فهو عمل الايدج ده اتنين ايدج، خلى الفيز ده والفيز ده كل واحد فيس لوحدهم بالشكل ده منفصلين. لكن في الطبيعي ان هما كل ايدج بيبقى متحد. يعني لو جيت عملت نايف وقطعت المنطقة دي كده بالشكل ده وقلت له انتر، فهو قطع اهو قطع. لكن مش هتلاقيه عامل اتنين ايدج. جميل. هتلاقيه عامل ايدج واحد بس. لو جيت سيلكت ده هتلاقيه برضو كله كونكتد مع بعض، على عكس اللي احنا عملناه هنا، ان